السلام عليكم. وصفة النهاردة مميزة جدا جدا. هنعمل مع بعض الطعمية المصري من الألف للياء، الفلافل. انسي انها تفك منك في الزيت او تطلع منك مكتومة، معمولة بمقادير مظبوطة 100% ولا غلطة. هنسمي بالله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. معانا بصلتين وسط و7 فصوص توم، ورقتين لورا، 4 فصوص قرنفل، ملح وكمون. معايا حزمة كرات كبيرة، ربطة كرات كاملة. كل الخضار ده مغسول ومتصفي من المية كويس جدا. كوبايتين فول مدشوش ما يعادل 400 جرام، منقوع 8 ساعات في مية بعد ما غسلته، وبعد كده خدته وصفيته عشان يكون سهل معايا وانا بفرمه في الكبة. قطعت الكرات وقطعت البصل، كل ده قطعته وفرمته في الكبة كله مع بعضه. خد فرمتين في الكبة، بعد ما فرمت اول فرمة رجعت فرمته تاني. لو تلاحظوا انا ما حطيتش بيكنج باودر او كربونات الصوديوم اللي هو الكربوناتو وانا بفرم العجينه. انا بستخدم الكربوناتو او البيكنج باودر وقت القلي فقط علشان ما تسودش، لان لو في كميه زياده انت هتضطري تشيليها في الفريزر. في الحاله دي لا، انت طلعي الكميه اللي انت عايزاها وحطي عليها نص معلقه بيكنج باودر وقت القلي فقط. ده بيخليها هشه مش مكتومه ولونها اخضر زي ما هو حلو قوي. ابدأي بقى اقليها، خديها ساده، اعمليها بالسمسم، حطي جواها بيض مسلوق زي ما انا بعمل كده، جبنه موتزاريلا. مش هتفك منك خالص لان مقاديرها مظبوطه. بالراحه كده زي ما انا بعمل، اعمليها صوابع، اعمليها اقراص زي ما انت عايزه، هتطلع معاكي في منتهى الجمال. شايفين لونها؟ انا ما حطيتش خضره خالص، الخضره كانت كرات فقط. اي حاجه تاني هتحطيها هي دي اللي بتخلي العجينه تبوظ منك. كده عملت اول قرص طعميه، هزينه بالسمسم. طبعا انا حاطه الطاسه على النار فيها زيت غزير على درجه حراره متوسطه، ونبدا نقلي الطعميه. هتطلع معاكي في منتهى الجمال، بسم الله ما شاء الله. عجينه متماسكه وفي نفس الوقت جميله وهشه وطعمها خرافه يا بنات. دي الاكله المفضله لاغلب الناس. جميله يا حبايبي، جربوها ان شاء الله وهتعدمتوا الطريقه. جربوها ان شاء الله بطريقتي وعرفوني في التعليقات. قرص الطعميه ده هحشيه بالجبنه، طعمه كان خطير يا بنات، بألف هنا وشفا. ربنا يحسن ما بين ايديكم. اهم حاجه ما تكتريش الجبنه في قرص الطعميه، يعني معلقه صغيره، نص معلقه صغيره، على حسب القرص اللي انت بتعمليه. وهزينها بالسمسم. هوريكم دلوقتي وهي بتتقلي قد ايه ما فكتش ومتماسكه. شايفين هي عايمه ازاي على وش الزيت؟ ده سر نجاح العجينه. لو العجينه مكتومه ما كانتش عامت على وش الزيت كده. لو العجينه فيها مشكله في مقاديرها كانت فتحت، فككت معاكي في الزيت. لا، بسم الله ما شاء الله، طالعه مظبوطه ولا غلطه. طلعيها على مناديل مطبخ وبعد كده قدميها وكلي احلى طعميه من ايديكي الحلوين، بألف هنا وشفا. شايفين يا حبايبي جميله ازاي؟ مستويه، واخده لون حلو، ما فكتش، وهشه في نفس الوقت. ولا لونها الجميل اللي يخطف العقل. ربنا يحسن ما بين ايديكم حبايبي. وبكده يا بنات نكون خلصنا فيديو النهارده. اتمنى يكون الفيديو نال اعجابكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك واللايك وشير، وفعلوا زر الجرس على الكل علشان يوصل لكم كل جديد. استنوني يا حبايبي في وصفات كتير حلوة قوي ومميزة. في حفظ الله، السلام عليكم.